بسم الله الرحمن الرحيم. من أقوى الحاجات اللي بتضغط على الإنسان في الدنيا هي النَفْس. النَفْس حاجة قوية جدًا مزروعة جوّه الإنسان، أوكي، فيها فجور وفيها تقوى. لو الفجور عِلي جوّه النَفْس بتعمل مشاكل كبيرة جدًا زي القلق اللي ما بيخلصش، توتر، ممكن تجيب panic attacks، ممكن تخلّي حالة من حالات الخوف عند صاحبها. آآ بيبقى في أصوات كتير بتدور في دماغ الإنسان بسبب ضغط النَفْس عليه، والنَفْس ما بتوصلش للمرحلة دي إلا لمّا بييجي لها حالة من حالات التسمُّم بسبب الإنسان. والتسمُّم بييجي للنَفْس عن طريق إيه؟ السيئات والذنوب. كثرة السيئات والذنوب بتعمل إيه؟ بتجيب حالة من التسمُّم، بتخلّي النَفْس بتضغط على صاحبها بالطريقة دي. وطبعًا الإنسان لازم يفهم إن النَفْس أقوى منّه بكتير، وهو ما يقدرش يديرها بشطارته، أوكي؟ هو بيديرها عن طريق كلام ربّه، أوكي؟ فطبعًا الإنسان اللي بيبقى واصل للمرحلة دي، مرحلة التسمُّم النفسي ده اللي بيضغط عليه بالطريقة دي، أوكي، لازم يرجع جري يروح للقرآن وياخد الدوا. وأنا باتدبّر بقى سورة النساء، الآية 27 والآية 28. بُص ربنا بيقول لنا إيه: "والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلًا عظيمًا. يريد الله أن يخفف عنكم وخُلق الإنسان ضعيفة." يا سلام! شايف الجمال؟ بُص الحُب بقى، حُب ووِد ما فيش زيه. والله يريد أن يتوب ليه إرادة ربنا إن هو يتوب علينا، ليه؟ إيه الاستفادة اللي هتعود على الله من إن هو يعمل لنا كده؟ ولا حاجة، ولا حاجة أصلًا. أنت مش هتزوّد في ملك ربنا أي حاجة، ولا هتفيد ربنا بأي حاجة. هي دي معمولة علشانك، فده يبين لك بدل في طرف ولله المثل الأعلى ما بياخدش منك حاجة بس عايز يدّيك، يبقى الطرف ده بيحبك، يبقى كده ربنا إيه؟ ده حُب. يتوب عليكم. إيه عملية التوبة؟ عملية التوبة دي يعني عملية غسيل ومحو للسيئات والذنوب، أوكي؟ ف فليه ربنا بيعمل كده؟ بُص الآية اللي بعديها: "يريد الله أن يخفف عنكم." عايز يخفف عنكم، لإن هو عارف إن النَفْس قوية وتقيلة ومُتعبة جدًا، أوكي، بس هي مش هتستقيم إلا بإيه؟ بالتوبة. فأنت لمّا بتعمل عملية توبة كإنّك بتعمل cleansing كده، عملية إيه؟ cleansing اللي هو بتتطهّر داخليًا. بتغسل نفسك، أوكي، فيبدأ ربنا إيه، يمحي الذنوب دي والسيئات دي من عليك، فيحصل لك إيه بقى، تخفيف، تخف من عليك، التُقل يخف من عليك، لإن هو بيبقى في عملية ضغط جامد جدًا من النفس، أوكي، فييجي لك حالة من الطمأنينة، يبقى قلبك كده مطمئن، بعد ما كان جواه كُلّه مشاعر سلبية وما كنتش طايق نفسك. إيه اللي يحصل لك؟ يحصل لك حالة من الهدوء والسكينة. طبعًا أنت عشان توصل للهدوء والسكينة دي لازم تلجأ إلى الله بعملية التوبة عشان يمسح من عليك الذنوب والسيئات ويرجّع نفسك لحالة مستقرة ويحصل لك تزكية. عشان ربنا بيقول لك: "وخُلق الإنسان ضعيفًا." كده أنت ضعيف مهما عملت، أنت ضعيف. فأنت القوة بتاعتك هتستمدها منين؟ هتستمدها من الله، هتستمدها من القرآن اللي فيه شفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.